السلام عليكم. شلونكم بنات؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير وانتم تشوفون فيديو اليوم. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. بنات وحبيباتي، جبت لكم مجموعة اليوم من موديلات جدا حلوة وجدا رائعة، وموديلات اكثرها جديدة. وهذا الموديل الاول اللي هو نفنوف العروس. دا تشوفون حبايب قلبي اللون الطاغي عليه هو اللون الأبيض. هو صحيح النقشة مالته كلش هواية، بس اللون الطاغي عليه هو اللون الأبيض. ما حبيت أخلي يعني دانتيل هواية وهوسة وهو نقشاته كبيرة، فخيطته بهذا الموديل. اللي بنات اللي أخذوا من عندي الباترون الكلوش، تقدر تفصله على نفس الباترون، نفس الباترون تفصل عليه وتقص قصة الخصر، راح يطلع عندها بهذا الموديل. والباقي أكيد راح تقدر تخليها تطلع من عندها الردان وتطلع من عندها هذا الكركش اللي بالخصر. وهذا الحزام القماش بنات 2.5 متر، البنية ناعمة. هذا الظهر دا تشوفون حبايبي هنا. هذا الحزام طبعا انا هنا بعدني مكاويتها. هذا تشوفون حبايب قلبي هذا الظهر، وهاي جهة الامام. طبعا حبايبي موديل جديد وسهل جدا، وحتى يصير ما نطلعه خليت لها هذا الكركش. دا تشوفون حبايبي كأنما لابسة قميص وتنورة. كلش حلو مرتب، وخياطته بنات كلش سهلة. بالنسبة للكركش تخيطينه على الصدر والظهر، مو على التنورة بهذا الشكل. وحطيت له هذا الدانتيل بهذا الشكل. أريدكم تكتبوا لي شنو رأيكم بهذا الموديل الأول. وهاي شلون تقولون فكرة من عندي، يعني مو هي طلبت، هي قالت لي بكيفك. وبعد طبعا مكاويته من الماكينة للملكان، ما مكوي بعده. تشوفون بنات شكله كلش حلو، ويعطيكم بأن أول ما تشوفوه كأنما لابسة تنورة وفوقها قميص أو تيشيرت أو بدي، فيطلع عندنا بهذا الشكل. إن شاء الله حبايب قلبي هذا الموديل الأول يعجبكم. وقلت لكم بنات اللي ماخذة من عندي باترون تقدر تفصله على الباترون الكلوش. تاخذ تعطي طول بالبداية، كبداية تعطي زيادة بالطول، يعني تقريبا فد 4 أصابع زيادة بالطول. بعدها تقص تفصله على الباترون، وتقص قصة الخصر. قصة الخصر بنات حسب اللي انتم رايدي. انا هنا سويتها 40 ضبط، وبالخياط اخذت من عندي من الكتف ومن الخصر صفت عندي 38 سنتي. هاي الموديل الاول، ونشوف الموديل الثاني. الموديل الثاني حبايبي الوحدة من متابعاتي من حي العامل طبعا قالت لي بكيفك انتي اختارين الموديلات. هذا الموديل الاول رياضي، سويت لها هاي الاوفر ل3 خطوط، وخليت لها هذا الدانتيل اللي بريسم ابو الشبكة، وهاي الكركوشة البسيطة، وهذا الاوفر حبايبي 3 سراوات سويت لي اياه. الطاها جمالية وشكل كلش حلو ومرتب. الردان همين ضربتها اوفر. هاي الردن شوفوا هم ضربتها اوفر، نفس الشي نفس البدن. الظهر ما خليت له اوفر، يعني الخياط العادي. وتقدرون يعني الظهر اذا عجبكم تسوون له اوفر نفس هذه همين عادي، ماكو اشكال يصير. القياس طبعا بنات حسب قياس الزبونة اللي دزت لي اياه ويا الملابس مالتها، وهذا الشكل مالته. وانتم تعرفون بان اني ما اقص الذيال مال الدشداشة من اني اخيط. هذا الشي اني هواي شارحته. اخليها على الملكان او اخليها معلقة حتى تذب نفسها
وأرجع أقص الذيال، أقوس الذيال حتى باللبس لا يتهطل عندي. شوفوا حبايبي هذا شكل الذيال. طبعا هنا أنا بعده مو مقصوص، أقصه إن شاء الله ورا ما أحس بأن القماش أخذ قراره، وأقوسها وأضربها أوفر. هذا الموديل الثاني حبايب قلبي رياضي، موديل حلو وبسيط ونازك. هي طلبت من عندي موديلات ناسكة يعني ما تريد بيها هواي هوسة. هذا القماش اسمه جلد الحية، وحاليا توفر عندنا من عنده هذا القماش. السعر مالته والله بنات لحد هسه ما قايلين لي، لأن اليوم دزولي المجموعة مال الأقمشة. إن شاء الله من أريد أو من تردون تعرفون ايش قد سعره تتصلون بيا وأقول لكم بوقتها من يدزوا لي. عندنا الموديل الثالث بنات. الموديل الثالث هذا الأسود ستري فيزون فانيلة، نوعية القماش ممتازة. وهذا أبو الحروف. هذا أبو الحروف طبعا بنات ما جاي ألقاه بالسوق. أنا هاي كنت ماخذة قطعة قديمة، يعني أول ما نزل هذا أبو الحروف أخذتها وضميتها، وإجاني عليها طلب وخيطته بهذا الشكل. الحفرة مالت الصدر بنات 9 سنتيم العرض مالتها حسب طلب الزبونة. رادتها 9 سنتيم والنزال 16 سنتيم، يعني العرض مالت الحفرة مال الصدر 9 سنتيم بهذا الشكل. التطعيمة حبايب قلبي التطعيمة شبر. هذا أبو الحروف تطعيمته شبر. من وصلتها للصدر التطعيمة قلصتها بالخياط خليتها تصير 10 سنتيم مثل ما رادت هي الزبونة. يعني العرض مالت هاي التطعيم الألوان شبر، بس من أوصل لحد حفرة الصدر أبدي أقلص بيها شوية بالخياط لحد ما أصفيها 10 سنتيم العرض مثل ما طلبت. الردان رادتها 3/4 ردن أو نص ردن لحد العكس، وطلعت عندي بهذا الشكل. طبعا باللبس بنات ما أقولكم مروعة، كلش كلش حلوة باللبس. وأني هذا الموديل شرحت لكم عليه على غير قصة. تشوفون بنات من تحت الصدر بديت أخصر بالخياط حتى يطلع عندي 10 سنتيم مثل ما أني رديت بالبداية مثل ما قلت لكم. وهنا رجع لنا فضل المشاكس. يقول بيبي هنا أني أريد أساعدك. قلت له يلا تعال ساعدني. فشوفون شلون يرفع لكم الدشداشة حتى تشوفون الذيال مالتها. ولو ما طيتوا لايكات بذاك الفيديو هواية لحد هسه ما صايرات 1000 لايك. هنا بنات عندنا الموديل كلوش. هذه شوفوا حبايبي هاي خيطتها بس من الظهر، يعني بس من جهة واحدة، ما خيطتها من الوجه. هذه شوفوها، يعني من كسرت الموديل خيطتها بالظهر وقلبتها على الصدر. حطيت لها هذا التطعيم بالردان، وحطيت لها التطعيم هذا اللي شفتوه بالبداية. الفصال مالتها هوايد يسألون على هذا الفصال، يقولون احنا من الخيطة يرتفع من الأمام. حبايب قلبي هيك فصال بيقصة ما بيقصة خلوا بيه زيادة بالطول. يعني إذا كان مثلا نفرض فرضا كان الطول مال الزبونة 130 فرضا، انتم سووا 135 136 حسب القماش اللي عندكم. حتى هاي الجهة الأمام اللي ترتفع تقدرون تساوونها ويا الجوانب ويا الظهر، ما راح تطلع عندكم مرتفعة. طبعا هذا بنات بيقصة، وهنا القلوب مال فضل يوزع قلوب بقصة. هاي القصة بنات وهاي الطريقة وهذا الموديل أنا شارحته بالقناة، يعني مشوفتكم طريقة فصالة. هاي القصة تشوفون حبايبي هاي نزالها هنا 40 سنتيم وتنزل وتصعد العفو لحد 17 سنتيم من تحت حفرة الصدر. تحت حفرة الصدر تنزلون 16 سنتيم. العرض مال حفرة الصدر طبعا لازم تطونه زيادة أكيد، العرض مو النزال. العرض مالته سووا 10 سنتيم أو 9 سنتيم
حتى من تكسروه راح يرجع المربع أو المسبع أو المدورة ترجع تصغر عندكم. لأن إذا سويتوها 8 سنتيم وكسرتوا الوسط ما راح تطلع عندكم مضبوطة وحلوة. هاي خليت أوفر بس بالذيال. دا تشوفون حبايبي راح يأذن الأذان، واللهم صل على محمد وآل محمد. حبايبي وعدي الموديل الأخير، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الموديل حبايب قلبي عدل، بسيط جدا. الدانتيل هو الأورغنزة، خليت على الردان وخليت على الصدر مراد. هي طبعا الموديل هي طلبتها من عندي بهذا الشكل، فخليت لها هذا الدانتيل الأورغنزة باللون الذهبي. طبعا بنات هذا توفر من عنده هذا الدانتيل عدة ألوان وكل الألوان تقريبا توفرت. الطول مالته سعره 5000، يعني ألوان وذهبي وأسود وأبيض موجود من عنده بعدة نقشات. حبايب قلبي إن شاء الله عجبتكم هاي الموديلات اللي عرضتها لكم، وانتظروا باكر عندي موديل مال نفنوف روعة مال طلعة جدا رائع. ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل. حبايب قلبي، وهذا الرقم الموجود بالشاشة، الحجز، اللوازم، الباترونات، القماش، الخياطة، كابسات، مساطر، أي شيء يخص الخياطة تلقونه موجود عند نور العين الخياطة. والحمد لله والشكر فضل من رب العالمين، المصداقية موجودة 100%. ولهنا أقول لكم مع السلامة.